السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى يا جدعان تكونوا بخير. آم، النهاردة هنتكلم على شابتر عظيم جدا جدا جدا. هو شابتر بيتضمن أسئلة تقريبا بتتسأل منذ بداية الخليقة، عالم السيكوال وعالم النو سيكوال وإيه يا باشا هذا الكلام. أنا استمتعت جدا بقراية هذا الشابتر، وأتمنى إن انتوا كمان تستمتعوا معايا بإعادته وقرايته. قبل ما نبدأ أي حاجة خليني أقول إحنا عايزين نتكلم على إيه النهاردة. فأنا قسمتها يعني إيه، تقدر وانت شايف فوق كده الأوبجكتيفز وبعديها الكويستشنز اللي احنا هنبقى عايزين نجاوبها. أول حاجة الأوبجكتيفز، هدف هذا الفيديو هو إن احنا نستعرض ال different database models. تمام. هو في الكتاب بيحب يسميها data models. حد مش هارش قوي الكونتكست او السياق بتاع الكاتب هيتلخبط ما بين كلمة data models اللي هي ترمز ل ازاي الداتابيز مصممة من الداخل، والداتا موديلز اللي انت بتستخدمها في الابليكيشن كود. ان انت لو عندك مثلا مسألة بتحاول تحل مشكلة في جنينة الحيوانات، فانت هيبقى عندك داتا موديلز اللي هو مثلا ايه، حيوان، اسد، بقرة، مؤاخذة في اللفظ طبعا، واشياء من هذا القبيل. ولكن هذا الشابتر بتارجت الداتابيز موديلز، وده اللي احنا هنبقى حابين نتكلمه ونستفيد فيه الفرق ما بين سيكوال ونو سيكوال وجراف داتابيز، ونطلع فوق بقى علشان نناقش كونسبتس بتاعت هذه النوعيه من الداتا موديلز، اللي هو الهيراريكال موديل، النتورك موديل، الريليشنال موديل، النون ريليشنال موديل، الجراف موديل، وهم ليه كتير قوي كده، ونستخدم امتى ونستخدم مين امتى. دي اول نقطة. تاني نقطة هنخش بقى على الكويري لانجويج، اللي هي اللغة اللي احنا بنكلم من خلالها الداتابيز، ودي بتنقسم لنوعين، declarative و imperative، وهنقول يعني ايه اساسا هذا الكلام ومين اقوى امتى. وبعد كده ندي زي ما تقول ايه examples او حالات use cases الواحد يستخدم انهي داتابيز امتى. تمام. من خلال يعني هذه الاوبجكتيفز، الهدف الاساسي بتاعنا ان احنا طبعا اول حاجة نبلع هذا الكلام، وانا ده بالنسبه لي اساسا يعني فرصه عظيمه جدا ان انا اتكلم على هذا الكلام اوت لاود، واشجع كل السامعين ان يعني ان هم يعملوا كده. ولو مفرهدين حاجه، انا يعني بتفرق معايا جدا والله يا جدعان، ابقى مثلا ماشي في الشارع وبحاول افكر في الحاجات دي بس مش عارف افكر فيها جوه دماغي، فبسجل لنفسي فويس نوت. اقعد يعني ايه، اسجل لنفسي فويس نوت واقعد بقى اتكلم بصوت عالي، بصوت ايا كان. وفكرة ان انا يعني فاتح الفويس نوت بتخليني اسرح، فبتبقى جميلة جدا عشان الحاجات دي بتثبت الكونسبتس احسن كتير من ان انت تبقى بتسمعني بس، او بتسمع اي حد تاني بس، او بتقرا بس. ف تمام. يعني هو هي دي اهدافنا من هذا الفيديو، يعني ان احنا نتكلم على الثلاث نقط دول. وطبعا يعني في خلال المسيرة بتاعت الاوبجكتيفز دي هيبقى في اسئلة هتطلع من ضمنها ليه اساسا اخترعوا نو سيكوال، يعني ايه المشكلة في اللي قبله علشان يخترعوا ده. تمام. وهو بيبدع في ايه هذا النو سيكوال، تمام، وليه اساسا يعني. تمام. دايما نسمع نو سيكوال حاجة، فاهم، اللي هو تقف لك هنا في الزور نو سيكوال، فاهم ايه يا عم، ايه ده، فاهم. وبعدين هنبتدي نخش بقى في تفاصيل اكتر شويه، اللي هو يعني ايه اساسا داتا نورماليزيشن ودي نورماليزيشن، هم ليهم علاقه وطيده جدا بالنو سيكوال موديل اللي هنتكلم عليه. ويعني ايه داتابيز اندكس، فاهم. دايما الواحد يسمع في عالم السوفت وير اندكس، يعمل لي داتابيز اندكسنج، فاهم ايه يا عم الاندكسنج ده، فاهم. وبعدين سؤال يعني زي ما تقول ايه بيطرحه برضو ملايين الديفلوبرز، انهي داتابيز تؤدي ان انا اكتب كود قليل، اقل. تمام. وفي الاخر يعني من ضمن الاسئله في الاخر خالص هيبقى ايه اساسا الجراف داتابيز، حاجه بقى ثالثه خالص، فاهم، اللي هو نو سيكوال سي وبعدين جراف داتابيز، فاهم يا عم الحاج صلي على رسول الله. ايه فايدة الجراف داتابيز، وايه فايدة الداتابيز بشكل عام، واستخدم الجراف داتابيز دي امتى اساسا، هو طلعوها ليه. كل الكلام ده ان شاء الله باذن الله واكتر بكتير هنحاول نجاوبه على في الفيديو ده.
تمام. نزلي بقى يا باشا ده تحت وطلع لي بقى ده فوق. حلو جدا. يعني انا افتكر ان احنا مش هنعرف نخلص الشابتر ده في فيديو واحد، شابتر عملاق وفي كثير من المعلومات، فهنحاول نقسمه على مرحلتين. كل فيديو مثلا تبقى حاجة عظيمة جدا لو كل فيديو ساعة، ساعة وربع ماكسيموم. تمام، عشان يعني ايه، يعني الناس تفضل. ساعات بشوف الريتنشن ريت، فاهم اللي هو ايه، يعني مثلا التلاتة اللي بيتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي، فاهم في ايه، في واحد بيتفرج على اكتر من 5 دقايق، فاهم اللي هو يعني اكيد بعمل حاجة غلط يعني. تمام. المهم، صلى على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. طيب. آه يعني معلش الدنيا ضلمة دلوقتي، بكلمكم من ألمانيا. يعني الساعة دلوقتي داخلة على 6 اهو، بس يعني زي ما انتم شايفين، فاهم اللي يقول لك الأجواء الألمانية، يعني اتفضل فاهم. بس طبعا الحمد لله يعني والشكر لله. أنا لو كان زماني زيكم في مصر كان زماني بتلدغ دلوقتي، ولا فيديوهات ولا نيلة. تمام. خلينا بقى نبدأ كده. الكاتب برضو بيحب يبدأ بكوت دايما، يقول لك the limits of my language mean the limits of my world. حدود اللغة اللي أنا بتكلمها هي حدود العالم اللي أنا فيه. لو واحد بيتكلم لغة عربية غير لو واحد بيتكلم عربي انجليزي، غير لو واحد بيتكلم عربي انجليزي وفرنساوي، غير مش عارف ايه. فطبعا كل ده بيبقى اكسبوجر، وهو هنا طبعا بيعنيها باللغات اللي هي البرمجة والتكنولوجيا بتاعة البرمجة. كل ما يبقى عندك تكنولوجي أكتر ولغات أكتر، كل ما تبقى بارع في المهنة اللي أنت فيها يعني. تمام. آه، يعني أنا كاتب نوتس برضو تحت، فأنا إيه يعني البيجز كده إيه، يعني زي ما تقول هجو ثرو ات، بس mainly هنتكلم على البوينتس يعني. هنا في هذه الصفحة، يعني أول حاجة هو بيقول لك المودلز. تمام. وخصوصا الداتا مودلز. طب يعني ايه يا عم الحاج داتا مودلز هنا؟ داتا مودلز هنا هو الاستراكشر زي ما تقول ايه، كل مثلا عمارة ليها الموديل بتاعها. الموديل ده اللي هتلاقيه ايه مرسوم على رسمة، واحد مهندس معماري عمدان، مثلثات، مربعات، ده الموديل. فكل داتابيز ليها الرسمة بتاعتها، وكل رسمة ليها مزايا وعيوب. فانت عندك الريليشنال موديل. خلينا بقى نتكلم كفنيين، ما نقولش بقى سيكوال ونو سيكوال، لا خلينا نتكلم زي ما بيتكلموا. الريليشنال موديل ده داتا موديل، والنون ريليشنال اللي هو النو سيكوال ده داتا موديل تاني، والجراف ده موديل، والمش عارف ايه ده موديل. تمام. فهو بيقول لك هنا ان الداتا models are perhaps the most important part of developing software because they have such a profound effect not only on how the software is written but also on how we think about the problem that we are solving. وده كلام عظيم جدا يعني. في البروجكتات يعني الواحد كان ليه الحظ والبركة يعني ان هو يبقى فيها، كان دايما اختيار الداتابيز بيترتب عليه طريقة حوارنا على مدار البروجكت. يعني لو اخترنا ريليشن داتابيز اللي هي مثلا سيكوال داتا، اللي هي مثلا زي بوست جريس داتابيز، بنبتدي نتكلم بقى طول الوقت على حاجات ليها علاقة ببعض، عشان دايما بنفكر في عالم الجوين. طب انت هتحطها هنا كتيبل، تمام، ونبتدي نفكر لا قشطه، لما يجي لنا ريكويست هنعرف نعمل جوين سهل ونرجعها لليوزر. تمام. والبروجكتات اللي بيبقى فيها نون ريليشنال اللي هي زي مونجو مثلا دي بي، بنبتدي نفكر في المواضيع ان هي ايه موديولار. تمام. لكنها بعيدة عن بعض. ليه؟ علشان الفكرة الأساسية بتاعت النون ريليشنال موديل ان هي دوكيومنت يعني. وكلمه دوكيومنت دي تحس كده، فاهم اللي هو ايه، في ثيسس في الحوار، فاهم في قصه. لا مش قصه. دوكيومنت هنا يعني جيسون، فاهم جيسون شويه كيز وفاليوز، جيسون فايل. فتبتدي تفكر في المشكله عن هذا السياق، ان ايه شويه نودز كده ايه بعاد عن بعض يعني. مش شرط يبقى في علاقه وطيده ما بينهم. تمام. ف انا بقى بيدي examples على يعني الابستراكشن لايرز.
النقطة مش مهمة أوي نخش فيها، يعني هو من الآخر اللي هو بيقول لك إيه، أنت بتبني ابلكيشن، والابلكيشن ده بيبقى مثلا مبني تحت داتابيز، والداتابيز بتبقى مبنية على هاردوير، والهاردوير بيبقى مبني على كهرباء، فاهم اللي هو إيه electrical pulses of light، ما فيش مشكلة خالص. عايز يوصل من خلالها فكرة إن الابستراكشنز help in communication and collaboration. الابستراكشن اللي هو في الحتة دي يعني اللي هو الانترفيسز، انت بقى عندك والانترفيس ده من الآخر اللي هو ايه، واجهة. عندك واجهة زي ما انا عندي واجهة، وانت عندك واجهة، وانت عندك واجهة، وفي لغة بنتكلم من خلالها. احنا اخترنا في هذه الحلقة اللغة العربية، فدي الواجهة بتاعتنا اللغة العربية. محدش يعرف ايه اللي بيحصل جوايا، وايه الحاجات اللي انا بختار اقولها، والحاجات اللي ما بختارش اقولها، وده جه ازاي، مش عارف. ما تعرفش انت الامبلمنتيشن ديتيل، التفاصيل اللي جوه ما تعرفهاش. احنا فقط بنتكلم عن طريق الانترفيس، الواجهة. والحمد لله لوجود هذه الواجهة، سواء بقى في العلاقة ما بين البشر، أو العلاقة ما بين الآلات، أو العلاقة ما بين البشر والآلة. زي الموبايل، ما أنت لما بتتعامل مع الموبايل بتتعامل مع الواجهة، متعرفش إيه اللي بيحصل جوه. فهو هنا بيحاول يعني زي ما تقول يثبت الفكرة دي، بيمهد الطريق يعني ليه أساسا إحنا يعني عايزين نتعلم هذا الكلام اللي هو يعتبر نظري، علشان لما نفهم الواجهة بشكل نظري نعرف نريزن، بيسموها كده، نعرف نارجيو، نعرف يبقى عندنا اسباب، نعرف يبقى عندنا البوزيتيفز والنيجاتيفز. الواجهه بتاعتنا تقوى علشان المينتال موديل بيبقى احسن. فكرتك عن الداتابيز نفسها بتبقى اقوى، تحس ان انت ايه يعني زي ما تقول خيالك بيوسع. تمام. آم، و وهنا بقى بيتكلم على نقطة برضو لطيفة جدا، هي نقطة ان كل داتابيز ليها الداتا موديل بتاعها، اللي بشكل طبيعي جدا بيليق على مشاكل معينة، وما بيليقش على مشاكل تانية. وفي عالم السوفت وير في مشاكل لا نهائية، فإن أنت تبقى عندك مودلز مختلفة في دماغك هيبقى بالظبط أكنك معاك متسلح بتولز مختلفة، وسائل مختلفة، كل مشكلة وليها حل في جيبك. اتفضل يا باشا، فاهم؟ يقول لك حديقة حيوانات، ايه ده حديقة حيوانات، فاهم اللي هو مش عارف ايه و... لا، حط مثلا ريليشنال. ليه؟ علشان كل حيوان ليه علاقة بالحيوان التاني، يا اما بياكله يا اما بيتاكل منه، يعني فاهم. ويقول لك بقى على قمة الهرم الغذائي الاسد، فالموضوع فيه ريليشنال يعني ريليشن شيب بشكل متأصل. تمام. وعلى الصعيد الاخر، لو انت مثلا عايز تساف كتب، تمام، ممكن حد يقول كده، ممكن حد يقول كده، بس ممكن حد يقول لك لا يا باشا مفيش علاقة ما بينهم، كل كتاب يا باشا هو موديولر، اكنه نود كورة لوحده. فمفيش مشكلة خالص ان احنا نحطه مثلا في نون ريليشنال موديل. تمام. احنا لغاية دلوقتي لسه ما اتكلمناش في اي تفاصيل يعني، تمام، بس اللي هو ايه، احنا بندي زي ما تقول موتيفيشن ليه هذا الكلام اساسا مهم. تمام. بس هو ده اللي بيقوله في الصفحة العظيمة دي. وبعدين بيبتدي يتكلم بقى، بيبدأها يعني. هو دلوقتي هيبتدي بقى ايه، يخش بقى في قلب الموضوع الريليشنال والدوكيمنت موديل اللي هو النون ريليشنال. بس بيبدأها اول حاجة بتاريخ، بيرسم التاريخ الدنيا دي اتطورت ازاي. ودي حتة انا يعني بعجب بيها دايما لما يعني الواحد يقرأ اي حاجة، علشان معرفة الواحد للتاريخ يبقى كأنه بيشوف التطور من وجهة نظر الصانع، هو ليه عمل كده وما عملش كده والكلام ده كله. تمام. فيعني هلخص لكم ايه الحته دي ايه، يعني في نقطتين. اول نقطه هنتكلم على التاريخ، تاني نقطه هنتكلم على المحتوى اللي هو يعني ايه بقى الريليشنال والنون ريليشنال والكلام ده. تمام. فالتاريخ يا باشا، اول حاجه اللي عندي هنا طبعا يعني ممكن يكون ايه اول حاجه في 1968. تمام. اي بي ام، شركه اي بي ام، الشركه العملاقه
عفاريت الكمبيوتر، كان عندهم حاجه اسمها انفورميشن مانجمنت سيستم، اختصارها اي ام اس. لسه بقى ولا في سيكوال ولا نوسي ولا فيش اي حاجه خالص، فاهم؟ فكانوا بيستخدموا حاجه اسمها اي ام اس، تمام، داتابيز. طب كانوا بيستخدموها في ايه؟ كانوا بيستخدموها mainly في البيزنس بروسيسنج. بيزنس بروسيسنج، يعني انت عندك داتابيز اكنه بالظبط فايل، عندك تكست فايل، فاهم؟ اي بي ام كان عندها مثلا اللي هي الاي ام اس ده، اللي احنا هنتخيل ان هو تكست فايل. فكان لما يحصل اي حاجه في البيزنس عايزين يحطوها في ورق، كانوا برضو بيحطوها في الفايل ده، بيسيفوها في هذا الفايل. يعني ايه اساسا بيزنس بروسيسنج؟ اي بيزنس ليه ايه؟ ليه الورق بتاعه، وليه التعاملات بتاعته، وكل تعامل ليه ايه؟ ليه مثلا البي سليب، ليه الريسيت، الفلوس، عايزين يسجلوا فلوس. في مشغل ناس، طب عايز يكتب مرتباتهم، عطلاتهم، الناس اللي احنا اتفقنا معاها هنعمل ديل، مش عارف، بيزنس بروسيسنج داتا. كل ده بيروح معبيه في هذا الفايل وغالي. كانت هي دي الفايده الاساسيه وجايز الوحيده في هذا الزمن يعني. سايف يا باشا، ولما تطلع بقى عايزها تبقى تفتح تاني الفايل ده وتدور انت بقى، يعني فاهم؟ لسه ما كانش في ايه، الدنيا ما كانتش متطوره ان انت برضو عندك لغه بقى بتعرف ايه الموضوع، ما كانش ديناميكي خالص، كان ايه، كان مانيوال يعني. تمام. ده في 1968. جه في 1970، يعني يا جدعان ما يقرب من 55 سنة. 55 سنة، تمام. واحد اسمه مش عارف ادجار كود اهو، في 1970 اخترع السيكوال، الريليشنال موديل، سيكوال داتابيس. ابتدى بقى ايه، ينص بقى، اللي هو يقول لك الموضوع هيتقسم لتيبلز، وهيكون في علاقة ما بين هذه التيبلز، و في نفس الوقت عمل اللي هي السيكوال لانجوج، علشان تعرف تكلم بقى التيبلز، الريليشنز. هم بيسموه ريليشنز، احنا بنسميها دلوقتي تيبلز، بس هي اسمها ريليشنز. تمام. وروز طبعا، اللي هي كانت اسمها ايه، تيوبلز زمان. طبعا كل الكلام ده يا جدعان بيبقى مبني اساسا على ماثيماتيكال ديريفيشن، معادلات ماث. بعديها لما بيطبقوها بقى في ارض الواقع، احنا بقى بنبتدي نتعلم بقى ده اسمه سيكوال، ده اسمه تيبل، بس هو في الحقيقه يعني في الماث ريليشن، تيوبل، معادلات يعني. تمام. ده في 1970. خلاص. في هذه الفتره السيكوال او الريليشنال موديل عمال يطلع ويتسلق السلم ويثبت وجوده. بس كان ليه منافسين. كان منافسينه الاساسيين حاجه اسمها النتورك موديل والهيراريكال موديل، وهنبقى نتكلم عليهم بتفصيل اكتر شويه، بس خلينا ايه نقف في الحته دي. الكلام ده من السبعينات، في السبعينات يعني لغايه ايه اوائل الثمانينات كده. كانت المنافسه ريليشنال هيراريكال نتورك، عمالين ايه، مين هيكسب بقى، مين هيبقى فاهم جامد يعني. وبعدين من الثمانينات للتسعينات الريليشنال موديل اثبت نفسه، اثبت وجوده. فكره الريليشنال نفسها، مع انها بسيطه خالص، كل حاجه ليها علاقه التانيه، بس فعلا كانت بتادرس موست اليوز كيسز. معظم المشاكل كانوا بيقدروا يعملوا لها internal representation بالريليشنال موديل. سواء مشكله مثلا عايز تبني حديقه حيوانات، عايز تعمل شركه، لعيبه كوره، ممثلين، ايا كان، كانت تقدر تعمله كده. تمام. فابتدى ياخد وضعه. من الثمانينات للتسعينات طلع حاجه اسمها اوبجكت داتابيز، ودي كنت بتحط فيها الاوبجكت كده زي ما هو، فاهم؟ اللي هو كانه جيسون تك، فاهم؟ تروح رامي الاوبجكت. بس ده ما اثبتش وجوده يعني في الثمانينات التسعينات، وبعدين ايه، مات. بس في الفتره دي بقى خلاص سيكوال كان نمبر 1. وبعدين في الالفينات عملوا حاجه اسمها اكس ام ال داتابيز بتحط فيها فقط اكس ام ال فايلز فقط. وهي طبعا اوبتمايزد للموضوع ده، فتقدر ايه يعني تقدر تجيب على طول ايه الفيلد اللي انت عايزه من الاكس ام ال، مش محتاج بقى اللي هو فاهم جو اللي هو بقى ريكيرجن، تخش جوه الاكس ام ال وتشوف اسم الفيلد وتروح طالع تاني القصه. لا، هو كانت اوبتمايز للاكس ام ال، بس برضه ما عادتش كتير عشان كانت اليوز كيس بتاعتها محدده، لازم اكس ام ال. طب انا لو عامل ابلكيشن الداتا مش يعني بتتبعت، مش لازم بقى احولها بقى في الابلكيشن لاكس ام ال، والاكس ام ال شقه يعني، اللي اشتغل مع اكس ام ال واشتغل بجيسون عارف هذا الكلام. تمام. فده كان في اوائل الالفينات، طلع الاكس ام ال داتابيز وايه، وغطس على طول. لحد، بص بقى، دي بالنسبه لي كانت مفاجاه جدا يعني. اوائل 2010 بدات، او اوائلها، قدم للعالم
كونسبت النو سيكوال، الدوكيومنت موديل في 2010 يا جدعان. في 2010 يا نهار اسود. انا يعني كان نو سيكوال الواحد كان دايما يسمع عنها، بس يعني انا داخل الجامعه 2011 واساسا ما درستش كمبيوتر ساينس، فيعني صراحه مفاجاه يعني. تمام. في 2010 ده كلام عظيم جدا. حلو كده. خلينا ايه ننزل تحت كده ونشوف ايه اللي بيحصل. مم. مظبوط. اللي احنا بنقوله اهو دي 2010، عشان ايه هتشوف مثلا بحور مثلا أو حاجه. مهم. لسه يعني انا مش هاخد الموضوع بالترتيب، يعني انا منظم الكلام بس ايه. كل ده يعني في نقط مهمه هنرجع لها طبعا، بس في ترم هنا برضو لطيف جدا الواحد يبقى ايه ممكن يبقى فاكره في الباك جراوند كده. الناس اللي ذاكرتها قويه بسم الله ما شاء الله، ايه لو قالوا الكلمه دي في نص انترفيو مثلا هيقتلوا الانترفيور. بوليجوت بيرسيستنس. تمام. بيرسيستنس دي في عالم السوفت وير دائما وابدا ليها علاقه بالداتابيز، ليها علاقه يعني حاجه انت بتسيفها لونج تايم، بتبرسيست، مش في الميموري، مش فولاتايل، لا، بيرسيست. بوليجوت بيرسيستنس بقى دي معناها ان في تكنولوجيز كتيره جدا بداتا موديلز مختلفه خالص، وكل واحده تقدر تحل مشاكل معينه. فده بيبقى حلو جدا الماركت بتاع السوفت وير بشكل عام، علشان بيدي فرايتي اعلى، تنوع اعلى، بحيث ان احنا نختار كل حاجه لايه للحته بتاعتها. فده بيسموه البوليجوت بيرسيستنس. بوليجوت دي كلمه انجليزي بتستخدم دايما في اللغات، يعني حد بيتكلم لغات كتير يقول لك ده ايه بوليجوت. تمام. وبعدين بيتكلم بقى على الاوبجكت ريليشنال ميس ماتش، ودي حته برضو يعني حقيقه انا استفدت منها جدا، يعني هي حته يعني يعتبر عاديه، بس ان هو قالها بكلمات كده عززت من الكونسبت ده في دماغي يعني. بيتكلم على حاجه اسمها الامبيدنس ميس ماتش. تمام. ايه يا عم الحاج، يعني ما هذا الكلام؟ في الناس اللي في مجال الكهرباء الامبيدنس ميس ماتش ده لما يبقى عندك انبوت متوصل باوتبوت، سلكه متوصله بسلكه تانية، بس السلكتين قايمين على دائره كهربائيه مختلفه، فاهم؟ بس هم متوصلين ببعض، بس دي مختلفه ودي مختلفه، فاهم؟ لكن واحده زرقاء وواحده حمراء مثلا. بيقول لك لو الدائره الكهربائيه اللي هم قايمين عليها الباور اللي فيها، الباور اللي هو اللي بيتقاس بالوات، الباور اللي فيها مختلف تماما، ده هيخلي الكهرباء اللي بتمشي من السلكه الحمراء للسلكه الزرقاء يحصل فيها لوس، باور لوس، خساره، بيحصل خساره جامده. تمام. ده تعريف الكلمه دي في الكهرباء. طب امال احنا بنستخدمها في ايه بقى في عالم السوفت وير؟ احنا بنستخدمها في، نرجع تاني للسلكه الحمراء والسلكه الزرقاء، في الاختلاف ما بين اللي بيحصل في الكود واللي بيحصل في الداتابيز. فاحنا عندنا في الكود بنكتب كود، وبنأمل ان احنا بالكود ده نقدر نمانيبيوليت الداتا وفي الاخر نسيفها في الداتابيز. تمام. في بقى ما بين الكود والداتابيز في جاب، في حفرة، فاهم؟ فانت الحفرة دي علشان تعديها بتعمل حاجة اسمها، يعني بيبقى عندك زي ما تقول فريم ورك اللي هو او ار ام. تمام. اللي هو مثلا في السي شارب او في عالم الدوت نت هو الانتيتي فريم ورك. ده بيبقى فريم ورك لايبرري كل فكرتها ان هي تملى الحفرة دي. الفرق ما بين الكود والداتابيز، يبقى عندك موديلز في الكود، عندك اوبجكت اورينتد بروجرامنج، فاهم؟ عايز بقى تحط الاوبجكت دي في الداتابيز، فانت محتاج او ار ام علشان يترجم الكود للغه الداتابيز تفهمها وتحتفظ بيها، تسيفها يعني. تمام. فبيقول لك ده ميس ماتش، يعني بيقول لك في الاوبجكت ريليشنال ميس ماتش دي برضو ايه فعلا بالسيكوال مش حاجه حلوه يعني. this is a common criticism. الناس اللي عايزه تنقد السيكوال يقول لك دايما يا عم الامبيدنس ميس ماتش. انت علشان وانت في الكود دلوقتي عامل مثلا ايه، بتشتغل مثلا على حديقه حيوانات ولا زفت الطين وعايز تسيفها، محتاج 50 سنه، فاهم؟ لو معكش الاو ار ام ده محتاج بقى، فاهم، تروح جايب الاوبجكت
ومش عارف تروح ترجمه لايه، وتقول ده هو ده البرايمري كي، وتروح عامل له مش عارف ايه وجوين وكونسترينتس ومش عارف ايه، قصه كبيره، قصه كبيره جدا، علشان في الاخر تروح حاطه كده في ريبريزنتيشن في اكنه سكيما كده، الداتابيز بتفهم بقى هي اللغه دي. فالحمد لله لحسن الحظ الاو ار ام بقى دلوقتي ايه يعني، هو النورمال، والناس العظيمه اللي بتشتغل في الاوبن سورس يعني الكلام ده كله موجود فور فري. ف يعني الحته دي ما بقتش ناقده قوي برضه يعني، فاهم. آه، فانا عندي هنا ايه، الميني ده ريليشنال. اه حلو جدا. تعالى بقى نتكلم ولو قليلا على النو سيكوال، او على الاقل نانتروديوسه. تمام. النو سيكوال هو ليه اساسا اسمه نو سيكوال؟ يعني احنا قلنا سيكوال، تمام، تقريبا اللي هي سيكوينشال كويري لانجوج على ما افتكر. طب نو سيكوال ليه بقى نو سيكوال؟ الحكايه اساسا يعني مضحكه ومبكيه في نفس الوقت. في اوائل الالفينات وهم بيحاولوا يفكروا كده ايه يعملوا موديل تاني، وهنتكلم ليه وازاي والكلام ده كله، يعملوا موديل تاني علشان يجتمعوا مع بعض يتكلموا مع بعض. كانوا بيتكلموا عن طريق الانترنت، سكايب مثلا، تويتر بتاع. فكانوا عايزين مثلا يعني على سكايب يعملوا ميتنج، وعلى تويتر يعملوا هاشتاج وبتاع. فقال لك خلاص بقول لك ايه، طالما احنا بنفكر في حاجه نون ريليشنال ما تيجي نسميها نو سيكوال. فواحد قال له يا عم نو سيكوال ايه، ما سيكوال ده اساسا لغه، ده زي جافا كده، زي بايثون، فانت كده بتقول نو جافا، ملوش علاقه. ما هو يعني فاهم، احنا بنتكلم على البنيه التحتيه اللي هو الموديل نفسه، اللي هو نون ريليشنال وريليشن، ايه علاقه اللغه بالريبريزنتيشن؟ فقال لك ما قشطه يعني فور فن، فاهم، خلينا نسميه نو سيكوال، يعني فاهم اللي هو إيه، يعني خلي البساطه احمد يا عم الحاج، يعني انت مالك قافش كده، فاهم. فقال له طب خلاص مفيش مشكله. كملوا بقى في الموضوع ده في عالم الهاشتاج ده لغايه ما بعد سنين من الهاشتاج الناس الاسم خلاص لزق في دماغها نو سيكوال. فكان صعب يغيروه. فقال لك خلاص طالما هو اتشهر في الوسط كده بنو سيكوال، سمي بقى النون ريليشن ده نو سيكوال وخلاص بقى، يعني احنا لبسنا خلاص للاسف، فاهم. فبس هو ملوش اي علاقه باللي بيحصل يعني، فاهم. يعني انت ممكن برضو تستخدم سيكوال، لغه سيكوال، وتكلم بيها نون ريليشنال داتابيز. يعني ممكن تعمل فاهم يعني هذه الوصله يعني. بس خلاص هم سموه ايه نو سيكوال، واحنا للاسف هنبتدي نعاني. بس هي ملهاش اي معنى، كلمه نو سيكوال دي ملهاش اي معنى خالص، فاهم. يعني حتى في ناس تقول لك مثلا نو سيكوال دي معناها نوت اونلي سيكوال، وده غلط برضه. يعني ما كلمه نوت اونلي سيكوال دي معناها ان هو بيدعم كده كده سيكوال بس حاجات تانية. لا، في حاجات ما بتدعمش سيكوال اساسا خالص. يعني في حاجات نون ريليشنال، مونجو مثلا، لا ما تعرفش مثلا تكلمه بسيكوال، فاهم. فهو اسم كده في الهوا، فاهم. بس هو الحقيقي اللي هو نون ريليشنال، يعني لما بتحط الداتا في الداتابيز ما عندكش الاوبشن ان انت تخلي واحد يشاور على التاني. زي في السيكوال مثلا الاسد ممكن يشاور مثلا على التيبل اللي فيه ايه، المربي مثلا، الحارس، فاهم. بس في الدوكيمنت موديل مفيش هذا الكلام يعني. تمام، حلو جدا. خلينا بقى كده، يعني طالما ايه وصلنا لهذا الجزء، يعني خلينا ايه نرجع تاني ايه للاوبجكتيفز، ونشوف كده اول سؤال انزل لي تحت كده ايه بعد الاوبجكتيف في questions. بص اول سؤال بيقول لك ايه، بيقول لك what motivated inventing NoSQL. وتاني سؤال يقول لك what NoSQL excels in، بيبرع في ايه وليه. تمام، حلو جدا. يبقى عندنا سؤالين، ايه اللي يعني ليه اخترع اساسا NoSQL، وهو بيبدع في ايه عالم الNoSQL. تمام، ده كلام عظيم جدا. نرجع لي تاني بقى. تمام، بص يا باشا، اول حاجه ايه اللي حفز NoSQL؟ خلينا نفتكر مع بعض ان سيكوال او الريليشنال موديل، احنا يعني كلمه اساسا سيكوال ونو سيكوال كانك فاهم يعني مش حلوه، مش حلوه اقسم بالله، اللي هو كانك بتتكلم فاهم على جافا مثلا وهاسكل، وانت في الحقيقه بتتكلم مثلا على فاهم اوبجكت اورينتد لانجويج فيرسس فانكشنال بروجرامينج، بتتكلم على كونسبتس بس بتتكلم عليهم من اسامي اللغه، فاهم، حاجه بتقرف. بس مفيش مشكله، خلينا نمشي ايه مع البتاع لغايه الدور ولا مش عارف. بيقول لك وات موتيفيتس نو سيكوال. اول حاجه خلينا نفتكر ان في عالم الريليشنال او سيكوال انت دائما وابدا محجوم
بسكيما. تمام. السكيما دي ده العقد اللي انت عقدته مع الداتابيز، وقلت لها توقعي داتا بهذه الخصائص فقط، ولو مش بالخصائص دي ابعتي لي اقوى ايرور في التاريخ يبوظ لي كل اللي انا عملته. تمام. فانت عندك سكيما في السيكوال، فقال لك طب احنا عايزين نعمل داتابيز ما فيهاش بقى القرف ده، ما فيهاش سكيما، فما فيهاش سكيما، نو سيكوال. فده كان من اسباب وجود النو سيكوال موديل، ما عندكش سكيما. تمام. تاني حاجه، الريليشنال داتابيز كان برضو فيها مشكله كده، ان هي ايه، ما بيتعملهاش سكيلينج ويل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت دلوقتي عندك داتا عملاقه جدا، تمام، عملاقه، مش هتعرف تحطها على جهاز واحد، هتحطها على اجهزه مختلفه. تمام. فانت دلوقتي اول مشكله ظهرت، يعني انت هتبقى عندك تيبلز مثلا في كمبيوتر، وفي كمبيوتر تاني في الصين في بقيه الداتا، او مش بقيه الداتا، في الجوينتس، في التيبلز اللي الاولاني ايه بيكلمها. فانت محتاج تروح رايح الداتابيس دي تجيب التيبل، وبعدين قصه بقى، فاهم، تروح رايح للتيبل التاني. فانت لو في ابلكيشن الحياه فيه سريعه جدا، الموضوع ده مكلف. الرحله اللي بياخدها دي، اللي هو تتكلم اول داتابيس وبعدين يروح الصين ويرجع، كل ده ديلي. فانت عندك ديلي، يعني عندك فلوس بتخسر. الزبون بتاعك هو مستني ريسبونس في ثانيه، فبقى في ثانيتين، لا هيمل. انا كل شويه اروح مستني ثانيتين، لا، في ابلكيشن تانية بتديله له في نص ثانيه، طب مع السلامه، فاهم. ف دي مشكله. تاني مشكله، ودي يعني برضو اتعلمتها جديد، ان الريليشنال موديل اللي هو سيكوال ما عندوش هاي رايت ثروبوت. ايه ده؟ فاهم يعني ايه هاي رايت ثروبوت؟ يعني انت دلوقتي عايز تكتب في الداتابيز، صح؟ بتغير حاجه في الابلكيشن بتاعك، فيسبوك مثلا، كل شويه تغير البروفايل بيكتشر بتاعتك، كل شويه تروح عامل بوست، كل ده لازم يتسيف في الداتابيز. فانت عندك ريكويستس كتيره بتيجي للابلكيشن بتاعك، محتاجه تجيت ريتن. فالريليشنال موديل يقول لك هنا عزيزي المشاهد هو مش احسن حاجه. ليه مش احسن حاجه؟ علشان لما بيجي له ريكويست ان هو عايز يغير حاجه في الداتابيز، عايز يكتب حاجه في الداتابيز، هو ما عنده يعني عنده زي ما تقول فاليديشن سيستم معقد جدا. اول حاجه هتجيله الرايت ريكويست، فاول حاجه لازم يشوف هو في واحد بيشتغل اوريدي في الداتابيز ولا لا، علشان فاهم كونكرنسي تبقى مصيبه، فاهم، حد بيكتب وانا اكتب في نفس الوقت كده مصيبه سودا، فاهم. فلازم بيتشيك كده. تمام. بيتشيك السكيما، بيشوف هل الداتا اللي جايه دي متوافقه مع العقد اللي انا عملته مع الابلكيشن ديفلوبر ولا لا. لو متوافقه هسمح له. تمام. اندكسنج، بيبتدي يتشيك الاندكسنج بتاعه، دي هنتكلم عليها باستفاضه رهيبه جدا في الشابتر اللي جاي، شابتر يعني تحفه. تمام. محتاج يتشيك الاندكسنج، فاهم، ومحتاج يتشيك بقى حاجات تانية كتير. فكل ده وقت عمال يتشيك اف كونديشنز اف كونديشنز اف كونديشنز، كل ده وقت لوست. فانت لو عندك ابلكيشن فيه هاي ثروبوت، زي مثلا فيسبوك مثلا، يعني اكستريملي هاي ثروبوت كلنا، وتويتر مش عارف ايه، فيقول لك لا، هنا الريليشنال موديل مش فالنون ريليشنال بقى لا يا باشا. النون ريليشنال بيسكيل حلو جدا، بيسكيل. ليه؟ علشان النون ريليشنال بيليفرج، ليفرج فاهم، كأنك معاك مفك او مش عارف ايه، بتليفر، بتعمل كده علشان تقرص عليه، فاهم، بيليفرج كونسبت اسمه دي نورماليزيشن. ايه ده؟ فاهم، هنجيلها بس ملخصها دي نورماليزيشن دي ان انت بتخلي كل مثلا داتا فيها كل حاجه ليها علاقه بيها، مش محتاج تعمل جوين خالص، فاهم. يعني لو مثلا بتسيف الاسد، هتسيف الاسد وامه وابوه واسم الحارس والايميل ومش عارف، كل ده في نفس المكان. فانت بالدي نورماليزيشن دي تقدر بقى تحط مثلا ايه شويه داتا هنا وشويه داتا في الصين، وانت عارف ان كل داتا فيها كل حاجه هي محتاجاها. فانت لو هيبقى ريكوست واحد هتروح الصين وترجع، خلاص معاك كل حاجه انت عايزها. تمام. ده كان من الاسباب المحفزه ليه يعني. آم،
يعني اخيرا انت عندك النو سيكوال بيتيح لك specialized query operations. يعني مثلا في السيكوال في اوبريشنز ما تعرفش مثلا تعملها بشكل سهل، ما تعرفش تقول له مثلا روح للرو التاني الكولوم التالت غير مثلا تالت حرف فيه، يعني فاهم؟ لا النو سيكوال بقى بيتيح لك ده. طب هو بيتيحه لك ليه؟ علشان هو في الاساس ما هو الا يعتبر جيسون، فاهم؟ او سوري، يعني الدوكيومنت موديل ما هو الا جيسون. فانت بتتعامل معاه كأنك بتتعامل مع جيسون، اكنه فاهم انت معاك جيسون فايل وبتعمل برنامج يقرا تاني سطر ومعدل في الحرف التالت، دي تقدر تعملها الجوريزم سهل. فبيتيح لك هو ايه القصه دي يعني. تمام. فاحنا كده يعتبر جاوبنا على السؤالين، ايه المحفز بتاع نو سيكوال وهو يعني بيتميز بايه. تمام. هو بيتميز بالهوريزونتال سكيلينج، ان هو بيسكيل حلو، واحد في الصين وواحد في امريكا ومش عارف ايه، الداتا حلو، وما عندوش سكيما. يعني لو عندك ابلكيشن، دي مهمه جدا، لو عندك ابلكيشن سيستم فيه ايه كذا مثلا مايكرو سيرفيس، تمام، والمايكرو سيرفيس دي يعني السيستم هيتروجينيوس. وهيتروجينيوس دي قلنا في اول فيديو معناها ان انت السيستم نفسه فيه نودز مختلفة بس كلهم بيتشاركوا مع بعض علشان يطلعوا اوتبوت واحد كلهم مشاركين فيه. فالاوتبوت ده احنا ممكن نتخيله ان هو جيسون فايل، فاهم؟ فالجيسون ده هو نتيجة من يعني لمين من مين نتيجة للسيستمز دي. فلو في تغيير حصل في السيستمز، الانبوت بتاعت السيستمز دي تغيير، الاوتبوت نفسه هيتغير، هيبقى عندك فيلد جديد مثلا او فيلد مش موجود. تمام. فده بيسموها درايفد داتا. فانت لو عندك الابلكيشن بتاعك بيدرايف داتا كل شويه، دايناميك ديريفيشن، داتا ديناميكيه، فانت محتاج نون ريليشنال موديل. ليه؟ علشان ما فيهوش سكيما. انت مش عايز سكيما هنا. انت لو الداتا اتغيرت، كولوم اتشال، كولوم اتحط، مش عارف ايه اتشال، سهل جدا تعمل لها ايه further persistence. ما عندكش سكيما، ده بيبرع هنا النو سيكوال. تمام. فدول دول السؤالين يعني. حلو جدا. وهنا بقى ايه، نرجع بقى للكتاب تاني. هنا بقى بيقول لك application زي ما تقول بيدي examples يعني. varying degrees. A third option is to encode jobs. Text column can use it to query for values that بالظبط. حلو جدا. هنا بقى ايه ده example جميل جدا لايه مستر بيل جيتس. وهنا بيوريك بص الريليشنال موديل بيعمل ايه. تمام. فانت عندك ايه users table فيه يوزرز، الاي دي بتاع اليوزر فيرست نيم لاست نيم سامري مش عارف ايه، وبعد كده ريجن اي دي. هنا بقى يقول لك اوبا دخلنا على كونسبت اللي هو البرايمري كي والفورين كي. تمام. البرايمري كي اسامي معقده جدا معناها تافه. البرايمري كي ده يونيك كي، يعني الرقم ده ما تلاقيهوش موجود تاني خالص في التيبل ده. فهذا التيبل اللي هو اليوزرز تيبل هو ده يونيك. تمام. وفي الريجن تيبل في برضو 91 ده برضو برايمري كي برضو يونيك. تمام. بس هنا بقى الريليشن بص بقى عامله ازاي، ان هو بدل ما بيكتب هنا شايف اللي هي جريتر سياتل اريا دي اللي هي في 91، بدل ما بيكتب هنا جريتر سياتل اريا بيكتب 91 ويروح حاطط بقى ايه الداتا بتاعت الريجنز دي في تيبل لوحده. هو هنا عمل ايه؟ هو هنا عمل حاجه من الحاجات اللي لازم تبقى عارفها في الداتابيزز، اللي هي النورماليزيشن. اوبا. النورماليزيشن دي اللي هي بتافويد الدوبليكيشن يا ولد. طب يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده يعني انت دلوقتي عندك يوزر اللي هو مستر بيل جيتس ده عايش في جريتر سياتل اريا. تمام. انت ممكن تلاقي واحد تاني تحته كده، واحد مثلا اسمه ايه محمود الجوهري مثلا، برضه عايش في جريتر سياتل اريا. هل بقى تكتبها مرتين؟ يعني تكتب هنا جريتر سياتل اريا وتروح جاي عند محمود وتروح كده برضه جريتر سياتل اريا؟ لا. انت عايز تافويد الداتا دوبليكيشن، تكرار الداتا، فبتروح حاطط الكي اللي هو البرايمري كي بتاع الريجن دي اللي هي جريتر سياتل اريا، بتحطها في تيبل تاني، فاسمها يتحول مره واحده من برايمري كي لفورين كي. فورين كي اجنبي. اجنبي ليه؟ علشان عايش في تيبل تاني. تمام.
طب ايه فايده النورماليزيشن ده؟ يعني انت دلوقتي عملت اللي هي الديفيجن ومش عارف ايه، وابتديت بقى تليفرج تاني، فاهم؟ اللي هو تروح هوب مقرص على السيباريشن، بتفصل الداتا، يبقى عندك تيبلز وبتاع. طب ايه فايدتها؟ فايدتها بص 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 الحته دي انا هقولها وانت تعرفها لوحدك. لو انا جيت هنا بدل ما اسميها جريتر سياتل اريا، الحكومه مره واحده كده ايه، فاهم؟ هوب المود بتاعها ما كانش قد كده، وبدل جريتر سياتل اريا خليتها مثلا ايه، جريتر سياتل ديستريكت. انا بقى دلوقتي كراجل عامل نورماليزيشن بأتفه حاجه في الدنيا، هاجي على كلمه اريا دي واغيرها اخليها ديستريكت في تيبل واحد في مكان واحد في رو واحد، واتعشت على كده، مش محتاج اعمل اي حاجه تاني. اوتوماتيكلي من هنا ورايح اي حد هيحاول يشوف هو بيل جيتس عايش فين، على طول هيروح على 91 يلاقيها هنا، يلاقيها ديستريكت بدل اريا، خلاص اتعشت، شكرا. فاهم؟ ده نورماليزيشن ان نوتشل. بيساعدك بقى تاني طبعا من مزايا على الترانسليشن. يعني انت التيبل ده ممكن تزود كولوم تاني هنا تسميه مثلا ريجن تيبل مثلا عربي، فاهم؟ فتروح كاتب بالعربي بقى ايه، سياتل الكبرى، فاهم؟ فلو الراجل عايز الريجن وهو عايش في مصر، فهتروح رايح على الكولوم بتاع العربي تروح جايب له سياتل الكبرى. فانت يا باشا عملت، بيسموها داتا لوكاليزيشن. لوكال، مش انت لما بتعمل ديفلوبمنت لاي حاجه بتبقى بتعمل ديفلوبمنت لوكال؟ بيقول لك لوكال هوست. انا بلانش الابلكيشن دلوقتي على اللوكال هوست عشان انا بعمل، عشان انا لسه في مرحله الديفلوبمنت. طب يعني ايه؟ يعني القصه كلها بتبقى لوكال في حته واحده، وده كونسبت مهم جدا للانجينيرنج بشكل عام، علشان كل ما تعمل ايزوليشن وبيسموها كونتكستواليزيشن ولوكاليزيشن، فانت هنا خلاص عندك كونتكست واحد تقدر تغير فيه وبيرفلكت على السيستم. طبعا ده ليه مزايا وليه عيوب. يعني يعني هي دي الفكرة الدائمة في هذا الكتاب. تمام. فهو بيتكلم على هذا الكلام هنا، يعني بيتكلم طبعا على يعني ان انت ممكن الداتا دي تعمل لها ريبريزنتيشن في سيكوال بالاسهم العظيمه دي، خلاص هي كده كده سيكوال، وممكن تعمل لها برضه ريبريزنتيشن ايه في دوكيومنت في نو سيكوال. ولو عملت لها ريبريزنتيشن في نو سيكوال هيبقى عندك سيلف كونتيند دوكيومنت، انسى بقى الجوين بتاعك، فاهم؟ وهيبقى هو ده الدوكيومنت اللي انت هتسيفه. واحد يقول لي يا عم انت هتالف، طب ما هو عامل الريجن اهي برضه لسه 91 والاندستري و131، طب ما هو يعني لازم يعمل جوين. ده كلام عظيم جدا وهنتكلم فيه. تمام. بس يعني حاليا يعني امشي معايا ان ايه، ان نو سيكوال ما فيهوش جوينز، ولازم الدوكيومنت هيبقى فيه كل المعلومات. يعني ما ينفعش يبقى فيه 91 هنا، لا لازم يبقى فيه جريتر سياتل اريا، فاهم؟ حلو جدا لغايه دلوقتي ايه، علشان بس ايه ما نفقدش النقطه. يعني انت عندك الريليشنال موديل بيبقى فيه ريليشنز، بتستخدم برايمري كي وفورين كي، وبتليفرج النورماليزيشن، الكونسيبت بتاع النورماليزيشن بتفصل التيبلز. تمام. وفي النو سيكوال بيبقى عندك دي نورماليزيشن، اللي هي عكس بقى النورمال، عكس اللي هي ايه ان انت بتفصل، لا انت بتجمع. دي نورماليزيشن بتجمع، وبيبقى عندك حاجه اسمها سيلف كونتيند دوكيومنت. الدوكيومنت بتاعك بيبقى فيه كل المعلومات، مش محتاج تعمل اي جوين، خلاص هذه هي الحاله اللي احنا فيها حاليا. تمام. حلو جدا. حد بيقول لك بقى دي معلومه ايه يعني كده على جنب. تمام. بيقول لك في عالم الدوكيومنت موديل اللي هو النو سيكوال، الجيسون هو ده يا جدعان هو ده الدوكيومنت، فاهم؟ يعني هو ده اللي بيتسيف اساسا في مونجو مثلا كده، بيبقى كده، فاهم؟ فبيقول لك في بقى شويه ديفلوبرز بقى، هو الراجل ديفلوبر ملوش بقى بالقصه دي خالص، يا عم انا ماليش، دي قرارات الناس اللي فوقيه هم اللي بيختاروها. يقول لك نو سيكوال، انا بيجي لي الداتابيس، انا بكتب الكود بقعد كده اشتكه في لوجي كوبي بيست. فانا بعشق الجيسون موديل. يا سلام، ليه يا باشا؟ علشان بيقلل لي الامبيدنس مس ماتش، والامبيدنس مس ماتش اللي احنا قلنا اللي هو السلكه الحمراء والزرقاء، بيخلي اكن الباور واحد. يعني الكود بتاعك، ما انت كده كده بتتعامل بالكود في الكود بجيسون،
فلما تيجي تسيب لي هذا الجيسون في الداتابيز، ما هو نفس الريبريزنتيشن يعني هو نفس الباور، فما بتخسرش حاجه. مش محتاج بقى او ار ام، مش محتاج لايبراري اللي هي فاهم تقعد بقى برايمري كي، مفيش بقى الكلام ده. طبعا ده ديفيلوبر طبعا ايه يعني مننا وعلينا، ويعني كلنا هذا الرجل، بس يعني هذا الرجل لازم ايه يفوق شويه يعني. تمام. قصه بقى يقول لك بقى شابتر 4 مالناش دعوه الكلام ده خالص، وبيبتدي يتكلم بقى على اللي هي لوكاليتي اللي احنا اتكلمنا عليها، ان الجيسون بيبقى فيه بيتر لوكاليتي علشان الداتا سيلف كونتيند، الدوكيومنت سيلف فيه كل حاجه، فاهم؟ طب يا عم الحاج ثانيه واحده، ما انت قلت لوكاليتي يا باشا على في النورماليزيشن. بس دي لوكاليتي حاجه ودي لوكاليتي حاجه، يعني بعد اذنك. دي هنا هو بيتكلم على السيلف هوستد دوكيومنت، واللوكاليتي بتاعت النورماليزيشن دي بتتكلم على ان انت بتافويد الداتا دوبليكيشن، بتافويد التكرار. تمام، كلام عظيم جدا. هنا بقى بيبتدي يتطرق لنقطة جميلة، وعلشان نقول النقطة دي في عجالة لازم نفتكر حاجة. ايه هي الحاجة دي؟ الحاجة دي هي جيسون تاني. تمام، احنا اتفقنا دلوقتي ان الدوكيمنت موديل ما هو الا يعتبر ايه؟ جيسون، بيسايب جيسون. تمام، كي فاليو بير يعني. تمام، طب هي ايه خصائص الجيسون يعني، او ايه هي الخاصية الدوميننت في الجيسون؟ لو انت اسطورة الملاعب هتعرفها لوحدك، كأنها هتقرا دماغي كده. خاصية الجيسون الأساسية هي الهيراريكال ستراكشر اللي هو في الصورة دي، هيراركي. تمام، ولو ما عرفتهاش اوعى تحس ان انت متخلف عقليا، مفيش اي مشكله، محدش بيعرف الحاجات دي وكلنا بنلوم نفسنا، معرفش ليه. فانت عندك، بص الصوره دي فيها ايه؟ فيها يوزر، فيها اللي هو القائد، فاهم؟ وتحتيه عياله. تمام، فده هيراركي. والباشا ده البوزيشن ده برضه تحتيه عياله. تمام، جوب 3 جوب 2 جوب 1، فده هيراريكال ستراكشر. ما هو جيسون هيراريكال ستراكشر، يعني انت ما ينفعش يبقى عندك نود هنا زي بوزيشن بيشاور مثلا على ايه؟ children of another node. ما ينفعش الكلام ده على نفس الليفل، يعني ما ينفعش بوزيشن يشاور على اي يو ما ينفعش، مفيش حاجه اسمها كده. ده كده مش هيبقى هيراريكال، كده هيبقى انتر كونكتد، دي قصه تانية مالناش دعوه بيها. فهو جيسون بيشتغل كده بالظبط. انت جيسون عندك كي فاليو صح؟ دايما يبقى عندك كي وجواه بقى عياله، اللي هو مثلا ممكن يبقى ديكشنري تاني، او ممكن يبقى اري، فاهم؟ او ممكن يبقى سترينج على طول. بس ما ينفعش يبقى بقى في كي تاني بشكل معجزه كده في الجيسون يروح فاهم جايب بقى الفاليو من فوق كده، مفيش حاجه اسمها كده، لازم يكتب الفاليو تاني يكررها بقى تاني، فاهم؟ فده اللي هو الهيراريكال ستراكشر. فبيقول لك ده لو انت عندك 1 تو ماني ريليشن شيبس، وهي دي اللي الهيراريكال ستراكشر بيأسرته، بيقول ان هو حقيقه اي هيراريكال ستراكشر في الدنيا هو 1 تو ماني، واحد ليه علاقه مع ايه؟ مع ناس كتير. تمام، فانت لو عندك الداتا بتاعتك هي 1 تو ماني ريليشن شيب، فانت هنا في موقف ممتاز ان انت تختار نون ريليشنال موديل، ان انت تختار نو سيكوال داتابيز. اوبا كده، ده زي ما تقول اول بلاطه قلناها في الفيديو ده. دايما وابدا يقول لك مثلا طب انا اختار سيكوال ولا نو سيكوال؟ ادي دي معلومه الكتاب العظيم بيقولها، ان انت لو الداتا بتاعتك 1 تو ماني، فانت هنا في موقف ممتاز ان انت تختار نون ريليشنال موديل، علشان في الحاله دي انت مش هتبقى محتاج تجيت كونسيرند، يعني تصدع من فكرة الجوينز، مش هتصدع. تمام، تمام. طب يا باشا لو انا بقى عندي بوم مسلام ميني تو ميني، ميني تو 1 اور ميني تو ميني، ده كلام جميل جدا. هو هيتكلم في النقطة دي، بس قبل ما يتكلم فيها هو بيتكلم، احنا زي ما احنا قلنا احنا ما بنقراش الكتاب اللي هو كده، لا انا كاتب نقط بت في الشابتر كله النقط دي، يعني النقط الأساسية، وبتكلمها بشكل ديناميكي. بس هو هنا بيتكلم على النقطة اللي هي بتاعت النورماليزيشن اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هو ان عندك ريجن اللي هي بتاعت جريتر سياتل اريا دي،
وتحطها في تيبل لوحدها. فهو بيقول لك ايه المزايا. But there are advantages of having a standardized list of geographic regions and industries اللي هي normalization. ايه الفايدة؟ اللي هو consistent style and spelling. لو في كلمة اتغيرت، لو في حرف اتغير، هتغيره في مكان واحد ويجيت populated. avoiding ambiguity، بتتجنب الغموض. وتعرف تعمل ابديت سهل، هتروح على كريتر سياتل اريا تسميها ديستريكت بس خلاص، the name is stored in only one place في easy to update. localization support دي اللي احنا اتكلمنا عليها. يعني هو هنا بيستخدم localization اللي هي اكنها internationalization، يعني اللي هي translation. وانا اللي هي ease of updating دي هي اللي كنت بعني بيها data locality. و better search، تعرف تعمل سيرش سهل جدا، عشان انت الدنيا عندك في مكان واحد فهتروح لهذا المكان وتدور فيه. تمام. بيقول لك بقى it's a question of duplication. لو انت عايز تسيف ليه جريتر سياتل اريا دي كذا مره، ده سؤال دوبليكيشن. طب ليه يا عم؟ ليه دوبليكيت وليه تملى الهارد ديسك بتاعك بداتا متكرره؟ يعني ما ده برضو مش تفكير هندسي خالص يعني. بس فهو هنا من الاخر ايه، يعني كلام يحترم جدا، بس هو هنا بيقول لك هي دي الكي ايديا بيهايند النورماليزيشن، ان هي ايه تافويد ريدندنت كوبيز. تمام. كلام جميل جدا. طب يا عم الحاج، انت لغايه دلوقتي ما قلتليش اي حاجه على ميني تو 1 او ميني تو ميني ريليشن شيبس في نو سيكوال داتابيز. جاي لك اوعدك. تمام. تمام. خلينا نشوف بس هو بيقول هنا ايه. هو هنا بيقول لك برضه في الدوكيومنت داتابيسز، لو عندك ميني تو مان او ميني تو ميني مش هيبقى احسن حاجه تستخدمها، مش احسن ان انت تستخدم السيكوال. وهنا بقى بيتكلم عن النقطه اللي احنا ايه اللي هنجيلها دلوقتي. مهم. مهم. تمام. حلو جدا. تمام. فهو هنا بيقول لك ايه، بيقول لك كأنه بيعيد نفسه. بيقول لك لو انت عندك 1 تو ماني فخد دوكيمنت موديل وانت يعني بطنك فيها بطيخه صيفي. تمام. بس في نفس الوقت هو بيقول لك انت ممكن تختار هذا القرار، بس مع الوقت الداتا بتاعتك تبقى كونكتد. يعني هي في الاول 1 تو ماني، بس مع الوقت تبقى ماني تو ماني. تمام. طب ما وبعدين، طب ما احنا كده اتحشرنا. هيقول لك لا، بسيطه خالص يا عم الحاج. مش انت هيبقى عندك جوينز؟ هيبقى عندك جوينز لو انت في دوكيمنت. طب خلاص، هو سيكوال بيعمل ايه في الجوينز؟ سيكوال يا باشا الداتابيز نفسها هي اللي بتعمل الجوينز. عندها بقى الجوريزم كتبه واحد بعمرك، يلا اقسم بالله. هذا الشخص او هذا الالجوريزم اوبتمايزد للجوينز بدرجه لا يتخيلها عقل بشري. فبيعمل جوينز في الداتابيز في 5 ثواني. 5 ثواني ايه يعني؟ في 5 ملي سكند. انت بقى لو هتستخدم لي نو سيكوال داتابيز، انت اللي هتعمل الجوين بذات نفسك في الكود. يا نهار اسود. فاهم؟ دي مصيبه. فاهم؟ يا نهار اسود يا عم، ده انا ماليش دعوه يا عم. لا. طب انا هعملها ازاي؟ انت هتعملها يا جميل جمال ملوش مثال في الكود، ان انت هتحاكي جوينز بان انت ترسل مالتيبل ريكويستس للداتابيز. الله، ازاي يعني؟ انا هقول لحضرتك. انت دلوقتي عندك دوكيومنت فيه يعني دوكيومنت اللي هو في جيسون في اي دي جوه في فورين كي، يعني بيرمز لتيبل تاني. هتروح جايب هذا البتاع، هتبص كده هتلاقي فيه فورين كي، بس انت لازم تكون عارف ان هو فيه فورين كي، يعني ما هي دي الفكره.
وهنقول ايه المشكله في الحوار ده. فانت لو عارف ان ده فورن كي، هتروح جايب الفورن كي ده وهتشوف التيبل بتاعه فين، وتروح رايح عامل ريكويست تاني للداتابيس، جايب الداتا اللي بتاسوسييت يعني او بتقابل هذا الفورن كي، وتعمل بقى جوين انت في الكود بقى، تروح جايب الجيسون ده على الجيسون ده وتروح ايه مجوزهم بقى كده، فاهم؟ بس انت هنا عندك برضو مشكله تانية. ايه المشكله دي؟ انت ما عندكش سكيما. انت ما فيش اساسا سكيما، يعني انت ما فيش اي حد يقول لك ان الرقم ده اللي هو مثلا 91، الرقم ده ما فيش حد يقول لك ان هو هل هو انتجر ولا هو فورين كي. يعني انت فاهم؟ واحد يقول لي يا عم طب ما هو في سترينج عادي جدا، ما يعني كده كده الداتا بيزز يعني وهي هترجع لك الداتا في داتا بيزز، ترجع لك كل الداتا في سترينجز حتى لو كانت البلبل، وانت بقى في الابلكيشن اللي بتعملها كاستنج لانتجر والكلام ده. اه يعني انت عايز تقول لي ان انا لو هستخدم دوكيومنت داتابيز محتاج احاكي ايميتيت اكني هري انفنت ذا ويل، هخترع تاني كونسبت الجوين بتاع سيكوال في النو سيكوال؟ اقول لك لا، وكمان ايه ده بيرفورمانس اوحش بكتير جدا من سيكوال. ايه يا نهار اسود ومنيل. طب ده مشكله، مشكله. بس يا عم الحمد لله احنا يعني في النو سيكوال يا باشا، الحمد لله ما عندناش سكيما، فمفيش حد يقول لنا نعمل يوم ما نعمل، احنا بنحط الداتا يا باشا زي ما هو الحمد لله. طب ما على فكره انت بنو سيكوال السكيما مش في الداتا بيز زي سيكوال، بس السكيما في الكود. ايه امال ايه؟ مش انت في الكود بتاعك في معظم الاحيان في معظم اللغات اللي هي او بي بيبقى عندك موديل، بيبقى عندك كلاس، الكلاس ده بيعكس الاستراكشر الفورمات بتاع الداتا اللي موجوده في الداتابيز. يعني انت بيبقى عندك كلاس فيه مثلا اي دي، فيه سترينج نيم مش عارف ايه، وفي الداتابيز بيبقى برضه فيه سترينج نيم. طب يعني انت اكنك عندك السكيما بقى هنا في الكود. ما انت علشان تعمل دي كودنج دي سيرياليزيشن، تاخد الداتا اللي هي جايه سترينج دي وتحولها بقى لاوبجكت في الكود، لازم الاسامي تبقى زي بعض. فانت اكنك عندك الاسكيما في الكود. ايه ده؟ طب ليه ايه ده؟ طب ما استخدم بقى سيكوال داتابيز من الاول خالص يا باشا، اعمل كده مفيش ادنى مشكله خالص، بس هتخسر المزايا بتاعت ان انت تبرسست تسيف داتا unstructured. لو الداتا اتغيرت، بدل ما شالوا الكولوم بتاع النيم، الدوكيمنت موديل مش هيقول لك تلت تلاته كام، بس السيكوال موديل هيفرقع في وشك. تمام؟ ف choose your destiny. تمام؟ فهنا بقى يبتدي ايه النقاش بقى يحتد ما بين الشباب. واحد يقول للتاني طب يا عم ما تيجي نروح مع دوكيمنت علشان ان شاء الله باذن الله تعالى الداتا مش هتتغير في المستقبل. التاني يقول له يا عم الحاجه دي هتتغير جدا، انت بتقول ايه؟ انت ما بتعرفش تبص لقدام، انت راجل متخلف. يهينه على طول، يخش فيه شمال. فالتاني يقول له يا عم هي حتى لو اتغيرت في المستقبل ما احنا هنعمل جوين في الكود. هيقول له طب ما انت عايز تعقد لي الابلكيشن كود ليه؟ طب ما تديليجيت الريسبونسابيلتي دي للداتابيز، وانت عندك او ار ام فريم ورك، يعني عندك اللي هو الراجل اللي في النص ده اللي بيترجم ما بين الكود والداتابيز بتاعت السيكوال، اللي هو كانوا بيسموه امبيدنس ميس ماشي، اللي هو الاو ار ام. ما هو موجود هيحل احنا مشكله الكود دي. طب احنا ليه يا باشا ما احنا عايزين عشان سكيلينج ايه اللي جاب سكيلينج في الموضوع؟ ما هو مش احنا عندنا هاي رايت ثروبوت؟ مش احنا الابلكيشن بتاعنا كل خمس ثانية في 10 يوزرز هيبعتوا لنا حاجة غيروها في البروفايل بتاع الفيسبوك بتاعهم مثلا؟ احنا عندنا هاي ثروبوت ابلكيشن، فلازم يسكيل الداتابيز، لازم تسكيل. هيقول له طب ما سيكوال يعني، هيقول له لا سيكوال هنا ما عندهاش ما بتتيحش اوت اوف ذا بوكس هاي ثروبوت. دي هتقعد بقى تتشيك السكيما وتعمل فاليديشن وتشوف الجوين وتشوف اندكسنج، كل ده اليوزر والله العظيم هيودونا في داهيه، خلينا يا عم نمشي نو سيكوال في هاي ثروبوت، والدنيا هيتعمل لها سكيل. والتعقيدات بتاعه الابلكيشن كود، الكومبلكسيتي اللي هتحصل في الابلكيشن، ان احنا هنحاكي الجوين وهنحاكي السكيما دي، ما فيهاش مشكله. دي تعقيدات كومبلكسيتي احنا نقدر نتحملها كديفيلوبرز، المشكله هنا هتبقى مشكلتنا احنا بس. لكن التانية سيكوال دي هتبقى مشكله يوزر، ده هتسمع عند اليوزر، ده والله العظيم فيها ضر اب. فيروح على طول الباشا التاني يبتدي يهدى ويقول لا بقول لك ايه، يعني الحمد لله احنا بنشتغل زي الفل، مفيش مشكله خالص. الايه حتى لو الكود اتعقد شويه احنا قدها يعني.
والنقاش. في بقى الناحيه التانية نفس النقاش يحصل، بس انت الابلكيشن بتاعك ما فيهوش هاي ثروبوت، ابلكيشن موستلي ريد، الناس بتقرا فقط. يعني فاهم. مثلا موقع مثلا بتعرف تقرا منه كتب اونلاين، فانت هنا مفيش حد هيعمل اديت في الكتاب، مفيش حاجه اسمها كده. تمام. فهو موستلي هيقرا الريكوست نفسه، هيبقى ريد ريكوست. فانت عندك هنا ريد هيفي سيستم، فالارجيومنت بتاعت الهاي ثروبوت دي مش موجوده. ففي نفس النقاش ده الواد عمره بقى ما هيقول ايه حته اللي هي هاي رايت ثروبوت دي. تمام. بس ممكن بقى يقول له ايه، يقول له حاجه تانية تقنعه برضه. يقول له ما فيش اساسا جوينز ما بين الكتب، مفيش جوينز. يعني انت ما ينفعش تقول مثلا ان مثلا كتاب اللي هو ديزايننج داتا انتنسيف ابلكيشن ليه علاقه مثلا بكتاب طبخ مثلا او اي كتاب تاني. يعني فاهم، هو ممكن يبقى تحت مظله كتب اللي هي السوفت وير، بس ده اخره. احنا مش هنقعد بقى فاهم. التاني يقول له يا عم انت والله العظيم ولا فاهم حاجه، احنا اساسا الموقع بتاعنا ده اكيد مش هيبقى موقع مثلا قرايه فقط. امال ايه؟ هيبقى موقع برضه ريكومنديشن كتب. يعني بعد ما تخلص الكتاب يقول لك عجبت بالك الكتاب، شوف بقى الكتاب التاني. فانت علشان تعمل ريكومنديشن انت لازم يبقى عندك ريليشن، لازم يبقى في علاقه ما بين الكتب، وتشوف اليوزرز بتستخدم انهي كتب علشان تعمل لها كلاسترنج، تخليها ليها علاقه ببعض وتعرف تعمل ريكومنديشن. فالتاني يقول له طب على فكره احنا ممكن نعمل كده برضه بدوكيومنت داتابيس عادي جدا. لا شيء يعني. طب هتعملها ازاي؟ برضه في الكود. هي يعني الكود هو اللي هيعمل بقى جوين دي لا، انت كده بقى بتستهبل. انت كده هتدخل الحابل على النابل. ريكومنديشن يا باشا يعني ريليشن. فيروح واحد تالت بقى جاي ويقول لهم بقول لكم ايه يا جدعان، ايه رايكم في الجراف داتابيسز؟ ودي النقطه اللي احنا هنيجي فيها كمان شويه، بس مش هنناقشها دلوقتي. خلاص. Moreover, even if the initial version of the application fits well in a join-free document model، يعني لو انت الابلكيشن في الاول ما one to many، مفيش join اساسا، مفيش علاقه ما بين البتاع. data has a tendency of becoming more interconnected. الداتا كده كده بتتعقد مع الوقت. فبيبتدي بقى يدي اكزامبلز. تخيل مثلا انت بتعمل ابلكيشن فيه مثلا مدارس، فاكيد المدارس ليها علاقه بالطلبه وليها علاقه مش عارف ايه والمواد والقصص. تخيل انت بتعمل ريكومنديشنز، دي بقى النقطه ما كل ده برضه محتاج علاقة في ريليشن في الموضوع. فاهمني ازاي؟ فبيقول لك كل ده بيبقى محتاج ميني تو ميني ريليشن شيبس. وهنا هنا بيدي مثلا لو في يوزر ويوزر، بس كله بقى ليه علاقة ببعضه. فاهم؟ ثانية واحدة. هو ده يعني على حد اللي انا شايف كده هو هيراريكال لغاية دلوقتي يعني. بس هي الفكرة ايه اللقطة اللي في النص دي، ان انت عندك 1 to 1، بس في النص عندك many to many. ف هنا بقى بيسأل سؤال يعني صراحة في الجون. وقبل ما نتكلم على السؤال ده، يعني احنا يعتبر شبه جاوبناه. عايز اشوف بس احنا ايه يعني عشان الفيديو ما يموتش مننا. نشوف احنا عايزين نخلص لغاية فين. تمام. كويري لانجويج، اوبا احنا مستحيل نخش فيها دي. يعني مش صعبة خالص، بس هتاخد وقت. ما بروديوس كويري يا ابن اللذينه. فين الجراف؟ احنا ممكن لو خلصنا لغايه 48 هتبقى حاجه عظيمه الصراحه، بس مستحيل عشان ايه مش هتبقى حلوه يعني خالص. فاهم يا عم؟ تعالى كده شويه. اوبا. طيب. آم، طيب. هنا بقى بيقول لك يعني هل الدوكيومنت داتابيز بقى بتعيد التاريخ تاني؟ طب ما انت يعني في نص الكلام كده قعدت تقول لي انت في الكود هتعمل جوين والسكيما اساسا في الكود ومش عارف ايه. طب هي دلوقتي يعني مش فاهم. آه، عشان هو يجاوب هذا السؤال قعد بقى ايه يعني فاهم، كان بيحاول يقول يعني كان بيحاول يعني يمنع نفسه ان هو يقول هم بيحاولوا يعيدوا التاريخ. علشان اول حاجه ده مش حقيقي، هم فعلا مش بيحاولوا. يعني هم بيستفادوا من التاريخ،
بس ما بيعيدوش زي ما هو. لسه الدوكيمنت موديل زي ما قلنا ليه مزايا قويه، ان هو ما فيهوش سكيما، ده شيء قوي. ان الدوكيمنتس سيلف كونتيند، ده حلو للسكيلينج. تمام. ان هو عنده هاي رايت ثروبوت، ده شيء رائع، شيء رائع. السيكوال ما عندوش هاي رايت ثروبوت، بيحتاج يتشيك السكيما ويتشيك الفاليديشن، بيسبب ليتنسي، ده مش حلو. فهو ليه مزايا وليه عيوب بيحاول يتخطاها من الماضي، ودي ما فيهاش مشكله يعني. فبس هو هنا بيعمل لك بقى ايه يعني مقارنه كده، بيقول لك ان زمان اللي هي اللقطه اللي احنا قلناها في الاول، اي بي ام، الاي ام اس، فاهم، كانوا ايه بيستخدموه علشان يحطوا فيه فاهم الريسيت، الفلوس. آه، وبيقول لك ان الدوكيمنت داتابيز زي الاي ام اس كانت حلوه جدا للوان تو ماني ريليشن شيبس، بس كانت الميني تو ماني بقى ايه رزله شويه علشان الجوين، اللقطه اللي احنا قلناها. والديفيلوبرز ديسايدد تو دوبليكيت، اللي هي دي نورماليز، ان هو الدوكيمنت يبقى سيلف كونتيند، و اور اور ان هو يعملها في الكود، يريزولف الجوين ده في الكود، يخليه في جوين بس يعقد بقى الابلكيشن. وبيقول لك هي المشاكل بتاع الستينات والسبعينات دي اللي هي بتاعت اي بي ام، هي نفس المشاكل اللي الديفلوبرز بيواجهوها دلوقتي، اللي هو اعمل الجوين في الكود ولا اعمل ايه بتاع سيلف كونتين، بس هعمل دوبليكيشن للداتا، فالهارد ديسك الداتا هتعلى بشكل يعني ممكن يكون ملوش لازمه. وبيقول لك الريليشنال موديل هو حل اللقطه دي، بس الريليشنال موديل قدم برضو شويه مشاكل تانية، علشان ان هو في عمليه الجوين برضو ايه معقده، وما بيسكيلش ويل، وما عندوش هاي رايس روبوت، كل الكلام اللي ايه اللي احنا قلناه. بيبتدي بقى هنا يتكلم في النتورك موديل، ودي انا هقولها في عجاله جدا عشان هي مش مهمه بالنسبه لنا ومالهاش علاقه بالشغل يعني، بس هي انترستنج كفكره. النتورك موديل هو كان بيحاول بقى يحل مشكله الهيراريكال موديل. الهيراريكال موديل اللي هو يعتبر الدوكيمنت موديل مبني عليه اللي هو جيسون. فالنتورك موديل كان بيحاول يحقق فكره ميني تو ميني في الداتابيس بقى، في الموديل نفسه، في الانر استراكشر، بس كان بيحلها بقى بشكل فاهم اللي هو بقى ايه خانقه خالص. كان بيحلها عن طريق بوينترز، يعني كل نود ليها بوينتر. الناس بقى بتوع سي بقى هنا ايه صحصحوا معايا، كل نود ليها بوينتر بتبوينت للمكان بتاع الميموري اللي النود اللي ليها علاقه بيها متوصله بيها. يا نهار اسود، الاكزامبل سهل خالص. لو انت عندك بيرنت نود، مدير، وانت تحتيه طبعا ساك كلب، فاهم، فانت هم مش عايزين بقى يحطوك في نفس الداتابيس، يعني عايزين بقى يبعدوك، ما هو النتورك موديل عايز يحل مشكله الميني تو ميني او اللي مش عارف ايه. فمثلا يعني في هذا الاكزامبل هيروحوا جايبينك انت حاطينك بقى في داتابيس في الصين، بس انت لسه عندك رقم بيشاور على الميموري اللي المدير بتاعك موجود فيها، فاهم. فكان بيحلها عن طريق البوينترز. تمام. بس اهي زي البوينترز هنا، فاهم. بس كان في بقى مشكله جامده جدا، ان انت علشان توصل لاي ريكورد، يعني ريكورد زي مثلا اللي هو انت والمدير بتاعك، والمدير بتاعك فوق المدير ومش عارف ايه لغايه ما توصل للسيسي مثلا ولا حاجه، عشان توصل ليك من عن طريق السيسي انت كان لازم تمشي، بيسموها ايه، الاكسس باث، الخط اللي من السيسي لغايه كل مره لازم تروح للسيسي وتمشي، ما ينفعش تروح لك على طول. يعني في السيكوال انا ممكن بالاي دي اجيبك على طول، فاهم. بس في النتورك موديل اللي هو حاجه اساسا ماتت، يعني كانوا بيحاولوا يحلوا وماتت، ما انتشرتش، كان بقى لازم اكسس باس، والاكسس باس ده الديفلوبر بقى كان لازم يحفظه يحطه في ليست علشان ما يكررش العمليه كل ما كانت حاجه كده كارثه يعني، فاهم. فالموضوع بيقول لك although manual access path selection was able to make the most efficient use of the very limited hardware capabilities. manual اللي هو ان انت عندك access path وبتسيفه بعد ما تعرفه اول مره بتسيفه. The problem was that they made the code for querying and updating the database complicated and inflexible. يعني انت عشان تجيب حاجه من الداتابيز الموضوع كان معقد جدا، فالعمليه ما نجحتش. بس فبيخش بقى على ايه الريليشنال موديل، بيقول لك what the relational model did by contrast was to lay out all the data in the open. A relation table is simply a collection of rows and that's it. بص فكرة في قلبها عظيمة، يعني عظيمة. تخيلوا هم بيتكلموا كده عشان يطوروا الريليشنال موديل في 1970. كان بيقول له يا باشا بقول لك ايه، ولا بقى نتورك ولا قرف القرفين، عشان انت عندك تيبل في مثلا ايه كل المديرين، وفي تيبل تاني في كل الموظفين، وفي علاقة ما بين كل مدير والموظفين بتوعه بس، فقط.
there are no labyrinths، مفيش مغارة فيها nested structures. no complicated access path to follow if you want to look up the data. you can read any or all of the rows in the table. ممكن على طول تجيب الموظف من قفاه، فاهم؟ ممكن تجيبه من عن طريق مديره. فهو هنا بيقول لك الادفانتجز اللي ايه، اللي كان النتورك موديل عنده فيها ديس ادفانتج. بس وهنا بقى طبعا هو بيتكلم بقى ايه، بيخش كده طبعا بقى يعني ايه بدهاء. طبعا الواحد بيقرا لتاني مره فايه بيبتدي يلاحظ بقى الاستراتيجيه يعني بتاعت الكاتب، عشان بس اشوف هو عملها ازاي. بالظبط كده. هو هنا بيبتدي على استحياء يتكلم على الفرق ما بين الديكلاراتيف والامبيراتيف لانجويجز، وده موضوع يعني. بس هو هنا من الاخر بيقول لك ان انت في الريليشنال داتابيز اللي هو في سيكوال، انت محتاج فقط تكتب كويري اللي هو select all from table name where column equal some value، واعملها لي بقى ايه ascending order. بتكتب اللي هو فاهم بتديكلير، انت ما بتكتبش، انت بتديكلير، بتعلن عن نيتك. declarative language يعني لغة بتعلن فيها نيتك، تمام. imperative language هي لغة انت بتحدد فيها بالظبط ايه اللي يتعمل بالظبط. يعني تخيل مثلا على سبيل المثال ان انت شغال في شركة والمدير بتاعك عارف عيشتك، تمام. فانت تبتدي تروح لصاحبك تقول له بقول لك ايه، المدير بتاعي بيعمل لي مايكرو مانجمنت. فانت هنا بيبقى قصدك ايه مايكرو مانجمنت؟ ان هو بيبقى واقف فوق قفاك بيشوفك بتعمل ايه بالظبط، ولو عملت غلطة هيديك على قفاك. فهو اكنه ديكتاتور بالظبط، فاهم؟ بيقول لك طب انت اعمل لي التاسك دي، فمش سايب لك مساحه تفكر اساسا في التاسك، لا بيقول لك اعمل لي التاسك دي بالطريقه الفلانيه، هتمشي واحد وبعدين اتنين وبعدين تلاته، وهو كل شويه يجي فوق قفاك يشوفك انت في انهي خطوه وعملتها صح ولا مش صح. ده مقرف، تمام. بس ليه فايده، لو هو راجل فاهم هو بيعمل ايه كمدير، الشغل اللي انت هتطلعه هيبقى على سنجة 10. مش يعني انت مفيش خطوه هتنساها. على الصعيد الاخر لو انت عندك مدير مثلا ايه برضه فرفوش ولزوز ومش عارف ايه ديكليراتيف، بيجي لك يقول لك بقول لك يا عبد الحميد، تقول له يا باشا اقول لك انا عايز 1 2 3 ده يحصل، نفسي النتيجه يديك النتيجه النهائيه، انا عايز ده يحصل، عيش بقى. هو كده واثق فيك، تمام. بيسيبك انت بقى تعيش حياتك وتلخبط دنيتك وبعدين ترجع له بالنتيجه. ده برضه لو انت بقى راجل يعتمد عليك تماما، هو الراجل ده هيبقى مستمتع جدا بالعمليه دي، ان هو يعلن نيته ويسيبك تتصرف. بس انت لو راجل خازوق، هتروح رايح عامل خلطة عجينة وعايز مكرونة، تروح جايب له كشري، فاهم؟ تقول له ما في مكرونة، يقول لك يا ابن اللذينة، فاهم؟ فده الفرق ما بين الديكلاراتيف والامبيراتيف. الديكلاراتيف انت بتعلن نيتك زي سيكوال، الامبيراتيف اللي هو زي جافا بتروح لوب بقى، لوب وفوق لزن اي، تقعد بقى خطوة خطوة، كل خطوة تعمل ابديت، فاهم؟ فهو هنا بيقول لك ان حلاوة الريليشنال موديل ان اللغة بتاعته ديكلاراتيف، وبتثق جدا في واحد اسمه الكويري اوبتمايزر. الكويري اوبتمايزر ده هو اللي بياخد الكويري كل مره واحده، سيلكت اول فروم، ياخد كل الكويري، وهو بقى اللي يعمل الخلطه، بيعملها بطريقه ان هي فيها اوبتمايزيشن عالي جدا. بيحاول يستغل في نفس الوقت الريسورسز بتاعت الجهاز عندك. لو انت ينفع تعمل مثلا concurrency operations او مثلا parallel execution، لو انت عندك الجهاز بتاعك في مالتي كور سيستم، فهو بيوزع بقى الكويري بطريقه معينه كده، حاجه معقده جدا طبعا، بحيث ان هو يستغل كل الموارد اللي على الجهاز، تمام. في نفس الوقت يستغل كل الريسورسز بتاعت الداتابيز، يعني هو عنده اندكسنج ريسورسز، تمام. عنده مش عارف ميموري ريسورسز، عنده مش عارف ايه ريسورس، عنده تري ستراكشر، عنده داتا ستراكشرز معينه، بيبتدي يستخدم كل ده عشان برضو الكويري بالظبط اللي انت عامله ده ايه، يبقى اوبتمايزد جدا. فدي ميزه حلوه جدا يعني، ودي هو اللي بيقولها هنا. وبيقول لك بقى الابلكيشن ديفلوبر مش محتاج يفكر، ده الابلكيشن ديفلوبر فقط الراجل العيان، فاهم؟ اللي هو احنا يعني احنا بنشتغل يا جدعان فوق خالص، يعني الناس اللي تحت دي والله العظيم يعني اباطره يعني. يجي بقى الديفلوبر يروح كاتب لك كويري كده ب 3 جنيه جايبه اساسا من تشات جي بي تي، فاهم؟ ويقول لك انا فاهم ابلكيشن ديفلوبر. فبس فهنا بقى هو برضو ايه يعني بيكلمك برضو ايه، بيبتدي برضو على استحياء ابن الذين يكلمك على مزايا الديكلاراتيف لانجويجز. وخلي بالك الديكلاراتيف لانجويجز هي لا تقتصر على سيكوال. الديكلاراتيف لانجويج هي
كل لغه بتعلن فيها نيتك. في لغات برمجه ديكليراتيف، يعني معظم اللغات مثلا اللي هي بيستخدموها شباب الديف اوبس، يقول لك مثلا هيلم، يعني هيلم تشارتس اللي هي بيستخدموها عشان كوبرنيتس، دي ديكليراتيف، انت بتعلن انت عايز ايه، هو بقى بيتصرف، فاهم، في الباك جراوند بيتصرف. يقول لك ايه مزايا اساسا الديكليراتيف لانجوج؟ ان هو بيديك الانترفيس، الواجهه. الديكليراتيف لانجوج نفسها ما هي الا واجهه. السيكوال ده واجهه، ده مش لغه، ده واجهه، انترفيس. انت لما بتقول كلمه سيلكت انت ما بتعملش اي حاجه، انت كلمه ملهاش اي لازمه سيلكت. هو بقى في الباك جراوند عنده كود بيرن لما يشوف كلمه سيلكت. فسيلكت هنا كانها اي بي اي، كانها اند بوينت. طب ده فايدته ايه؟ فايدته ان هو بقى بيهايند ذا سين مستر بقى كويري اوبتمايزر يقدر يغير في الكود بتاع سيلكت ده براحته، كل شويه يعمل له اوبتمايزيشن من غير ما انت تلاحظ. انت هتفضل تستخدم سيلكت زي ما هي، انت ما تعرفش ايه اللي بيحصل في الباك جراوند. فبيقول لك ده الفايده الاساسيه بتاعت الديكلاريتيف لانجوج بقى ان جنرال، ان هو يقدر يغير في الامبلمنتيشن براحته. اهي هنا مثلا كده، تمام. فبيقول لك طبعا كوري اوبتمايزرز دول ار يعني كومبليكيتد بيستس، مش محتاجين نتكلم عليهم عشان يعني مش هنعرف. وبيقارن لك هنا بقى comparison to document databases. بيقول لك الدوكيومنت داتابيزز هي بتبدع برضه في الوان تو ماني ريليشن شيبس، بس لما بتيجي تعمل بقى ماني تو ماني، الريليشنال والدوكيومنت ار نوت فاندامنتالي، هم مش مختلفين خالص، الريليشنال والدوكيومنت مش مختلفين. In both cases the related item is referenced by a unique identifier which is called a foreign key in the relational model and a document reference in the document model. بالظبط. The identifier is resolved at read time by using a join or follow-up queries. To date document databases have not followed the past. تمام. فهو هنا بيقول لك الايدنتيفاير اللي هو سواء الفورين كي او الدوكيمنت ريفرنس is resolved at read time، سواء في الريليشنال والدوكيمنت. بس في الدوكيمنت انت بتعمل ريزولف في الكود، والريليشنال بتعمل ريزولف في الداتابيز بس at read time، وانت بتحاول تقفش حاجه، تقرا حاجه. فهنا بقى بيتكلم على الريليشنال والكلام ده. لا مش مستحيل نخش على كويري لانجوج، دي اخر حته. تمام. ف relational versus document today بيقول لك فوائد بقى، يعني المين ارجيومنتس بتاعه الدوكيمنت داتا اللي احنا قلناها: سكيما فلكسبيليتي better performance due to locality self hosted document and that for some application it's closer to the data structure used by the application. الابلكيشن والداتابيس بيستخدموا جيسون فما فيش impedance mismatch. The relational model counters by providing a better support for joins and many to one and many to many. الريليشنال موديل بقى بيكاونتر، فاهم، لو كانه تنس كده، فايه فيدرر بقى اللي هو الريليشنال موديل بيكاونتر بان هو بيدي better support for joins natively في الداتابيس في joins اساسا، فهو بيدعم many to many relationship out of the box. which data model leads to a simpler application code. ده طبعا ايه الديفيلوبر العظيم، فاهم، هو انهي واحد اسهل، فاهم، انهي واحد الكود بتاعه سهل. بيقول لك والله يعني لو انت الداتا بتاعتك one to many it's probably a good idea to use a document model. The relational technique of shredding دي اللي هي partitioning، ودي قصة هنتكلم عليها بعدين، can lead to cumbersome schemas and unnecessary complicated application code. لو انت بقى في الحالة دي هتستخدم الريليشنال one to many، لا الموضوع هيبقى ايه، انت بتعمل اوفر كيل كده، يبقى زايد عن حد، مش محتاج one to many، استخدم document. بس الدوكيمنت عنده limitations، حوار الجوين اللي احنا قلنا عليه. بس بيقول لك ده ما فيهوش مشكله ان انت تحلها في الابلكيشن كود، يعني طالما الجوينتس مش ديب، يعني مش ديبلي نستد. بس the poor support for joins in document database may or may not be a problem. تمام. بيقول لك في كيسز انت اساسا مش محتاج جوينز خالص، فانت هنا يعني لا، استخدم يا باشا 1 to many على طول. تمام. في اناليتكس ابلكيشن مثلا، ودي قصه هنتكلم عليها في الشابتر اللي جاي. بيقول لك بقى لو الابلكيشن ميني تو ميني، هنا بقى الدوكيمنت موديل مش احسن حاجه. اي نعم، انت ممكن تعمل لها ايميوليشن من الابلكيشن كود وعمال يعيد في نفسه،
بس هنا يبقى ابطأ بقى. فاحسن لك ان انت في الحالة دي تستخدم ريليشنال. هنا بقى في الاخر بيديك بقى ايه الزتونه، فاهم؟ اتس نوت بوسيبل يعني الصراحه، عشان ما اكدبش عليك يا صاحبي، هو يعني ان جنرال كده ان انا اقول لك انهي احسن اديك كده، فاهم؟ ريسيت كده، فاهم؟ خلطه، لا، مش مفيش الكلام ده. It depends on the kinds of relationships that exist between data items. For highly interconnected data، كل الداتا متوصله ببعض، احمد ليه علاقه بسيد وسيد ليه علاقه باحمد، the document model is awkward. The relational model is acceptable and graph models، دي بقى اللي هنتكلم عليها في الفيديو اللي جاي، are the most natural في interconnected بقى ايه data. Schema flexibility in the document model. Most document databases and the JSON support in relational database don't enforce any schema. مفيش schema. تمام. مهم. تمام. Documents are sometimes called schemaless but that's misleading. هي document database ما فيهاش schema، بس ده misleading، مش حقيقي، علشان الكود، وده اللي احنا قلناه، بيبقى عنده structure. يعني there is normally an implicit schema. الكود نفسه بيبقى فيه، فاهم؟ class، فاهم؟ فبيقول لك يعني الصراحة المفروض الترم الأحسن يبقى schema on read. There is a schema on read in contrast with schema on write اللي هي بتاعت الريليشنال. الاتنين عندهم سكيما، واحد في الكود والتاني في الداتابيز، عادي خلاص. هنا بقى بيبتدي يقارن، يعني حتة مش و noticeable in situation where the application wants to change the format of the data. For example, say you are currently storing each user's full name and you بالظبط. فهو هنا برضو بيدي examples يعني على في الدوكيومنت داتابيز ايه السكيما بيبقى، يعني الاختلاف اللي هو سكيما اون ريد وسكيما اون رايت، الاختلاف ده بيبقى شكله عامل ازاي؟ في سكيما اون ريد اللي هو الدوكيومنت داتابيز، انت بعد ما بتقفش الدوكيومنت بتبتدي تعمله بقى بوست بروسيسنج. فانت عندك الدوكيومنت فيه مثلا فيرست نيم لاست نيم، واحد اسمه محمود الجوهري، فيرست نيم لاست نيم. في الابلكيشن كود بتروح عامل بقى للنيم ده سبليت بسبيس، وتجيب الزيرو وهو ده يبقى الفيرست نيم، فاهم؟ يعني هو بالازرق هنا مش عارف اعمل له هايلايت، بس يعني في الكود بتبتدي تتعامل بقى مع الداتا في الكود. بس في السكيما اون رايت في السيكوال، لا، انت بتدي له على طول تقول له اعمل ايه، يعني في الكويري نفسه. تمام. وفي نفس الكلام في المايجريشنز، انت الداتا كده كده عندك بتتغير في الريليشنال موديل، صح؟ بتتغير على طول في الريليشنال موديل. فانت محتاج بقى الريليشنال موديل تعمل له ايه؟ تعمل له التر، تعمل بقى ايه؟ سكيما تانية كده، او فايل تاني في نفس السكيما القديمه، بس في كلمه التر دي اللي هو غير لي بقى في التيبل ده، وخلي بقى في كولوم اسمه فيرست نيم وكولوم اسمه لاست نيم، وهتعمل الكود اللي انت عملته هنا تحت، فاهم؟ برضو في سبليت اهو، الفانكشن بتاعت السبليت، فاهم؟ فانت يا باشا واحد هنا بتعمل المايجريشنز بتاعتك في الكود مثلا، والتاني بتعمله في السكيما. فالموضوع مش، بس خلينا نتفق ان انت دايما وابدا لما تخلي الداتابيز هي اللي تهندل الهيفي ليفتنج، هي فاهم اللي ايه، ترفع لك الحديد، ده بيرفورمانس دايما احسن. لو هتعملها في الكود دي اخر لاير فوق خالص، فاهم؟ فانت البرفورمانس هنا بيبقى ايه؟ اوحش من البرفورمانس لما تخلي التغيير تحت في الداتابيز. تمام. بس اللي تشينج نفسه بقى، يعني بقى يعني هذا اللي تشينج لما بقى يخش بقى على كل التيبلز ويغير بقى في كل تيبل بقى فيرست نيم لاست نيم، ده بياخد وقت. بس بيقول لك برضو ايه، يعني هم بيتعاملوا مع الموضوع ده although various tools exist to work around the limitation في databases معينة يعني. بس وانا بيقول لك برضو ان ابديت الستمنت دي اللي هي اللي تحتيها دي بتاخد وقت جامد جدا، عشان هو محتاج يخش على كل رو. فانت لو الداتا عندك مثلا 100 مليار فهو هيخش على كل رو، فاهم؟ بس طبعا في استراتيجيات يعني عشان تتعامل مع الموضوع ده. بيقول لك ده سكيما اون ريد بقى هنا از ادفانتجيوس، اللي هو الدوكيمنت يا باشا، عشان انت كل ده هتعمله في الايه؟ تعمله في الكود. ف وبرضه انت يعني حابب تحتفظ بالداتا تبقى هيتروجينيوس، يعني بتتغير، ممكن فيلد ينقص فيلد يزيد، وده اللي بيقول لك هنا. ف احنا مش هنخلص ولا ايه يا جدعان؟ بس تمام.
بالظبط. فبيقول لك في الاحيان هنا بقى لما انت عندك مثلا ايه مايجريشنز كتير والداتا بتتغير كتير، شكل الداتا نفسه بيتغير، فانت محتاج تعمل سكيما ابديت بقى كل شويه، التر تيبل، فاهم؟ هنا بيقول لك بقى ممكن الموضوع يبقى اوحش من ما يبقى احسن يعني. بس بيقول لك بقى داتا لوكاليتي فور كويريز. بقى هنا داتا لوكاليتي بقى بيكلمك على ايه؟ ان الداتا سيلف هوستد، نفس النقطه، فيرسز الريليشنال ان الداتا بتبقى متفرقه زي ما قلنا، ولازم يحصل بينهم جوينز. فبيقول لك a document is usually stored as a single continuous string encoded as JSON, XML or binary. If your application often needs to access the entire document, there is a performance advantage to this storage locality. If data is split across multiple tables, multiple index lookups are required to retrieve it all, which may require more disk seeks and take more time. طبعا لو انت مثلا بتسيف HTML pages بتسيفها كجيسون، يعني عرفت تحول كده من HTML لجيسون، فيقول لك حلو جدا هنا ان انت تستخدم دوكيمنت داتابيس. ليه؟ علشان لما تلود الدوكيمنت ده، هذا الجيسون، تلوده. يعني ايه تلوده؟ يعني تجيبه من الداتابيس، تحطه في الميموري، تحطه في الرامات. لما تجيب هذا الجيسون الكبير ده اللي هو بتاع الصفحه ده، تحطه في الرامات، ما انت هتستخدمه كله مره واحده، فده حلو جدا ليك. على عكس الريليشنال هنا انت مش هتحتفظ بقى بالجيسون، لا انت هتحتفظ بال HTML بيج على تيبلز مختلفه، وهتحتاج تعمل جوينز، وده هيتطلب طبعا نتورك ديلي على حسب بقى الداتا موجوده فين، وفي نفس الوقت مور ديسك سيكس، دي اللي احنا قلناها. تمام. فبيقول لك بقى اللوكاليتي ادفانتج هي فقط مفيده لو انت هتحتاج الدوكيمنت زي ما هو اكنه HTML بيج او جزء كبير جدا من الدوكيمنت. بس لو انت هتحتاج حته صغيره فقط، كل مره هتحتاج حته صغيره من الدوكيمنت، وهو دوكيمنت كبير متسيف، دي مصيبه. جيسون كبير مش سايب وانت عايز بس ايه، فاهم؟ النيم، فاهم؟ مصيبه. ليه؟ كل مره هتروح جايب الدوكيمنت ده، تروح معبيه في الرامات علشان الابلكيشن كود بتاعك يخطف النيم كي، يجيب النيم مش جيسون، فاهم؟ فانت كده بتعمل ويست للميموري بتاعتك علشان حاجه ايه تافهه خالص. فانت هنا بقى احسن لك ان انت ايه تخلي الدوكيمنت العظيم ده تفرقه بقى لحتت صغيره، عشان لما تلود بس الحته اللي انت ايه مهتم بيها. بس هو ده اللي بيقوله هنا. generally recommended that you keep documents fairly small and avoid writes، مش عارف ايه. تمام. وبيديك هنا example برضو. تمام. دي الكلام ده كله هنتكلم عليه الشابتر الجاي، اي حاجه ليها علاقه بالاندكس. بس فهو هنا بقى بيبتدي بقى convergence of document and relational model hybrid approach. مش يقول لك دايما في الشغل في مثلا اللي هو ايه، عندنا مثلا هوم اوفيس بوليسي، وعندنا لا احنا بنشتغل فقط من الشغل. في بقى هايبرد اللي هو ايام من البيت وايام من المكتب، يقول لك ده احسن حل. فهو هنا نفس الكلام، الاتفاق ما بين الدوكيمنت والريليشنال. بس فبيقول لك مثلا ايه، يعني ريليشنال داتابيز زي ماي سيكوال وبوست جريس ابتدوا يدعموا اساسا الجيسون دوكيومنتس والاكس ام ال دوكيومنتس. وبقى عندك في يعني داتا تايب اسمه جيسون بلوب او حاجه زي كده، بتقدر تسيف فيها جيسون دوكيومنتس. فده كده انت عندك الادفانتج بتاعت الدوكيومنت داتابيز، ولكن ما عندكش الادفانتج بتاعت الفليكسيبل كويري بتاع الدوكيومنت داتابيزز. انت لو هتحط دوكيومنت في سيكوال، او يعني هتحط دوكيومنت في بوست جريس، فانت محتاج تجيب الدوكيومنت الاول كله وتحطه في الكود، وبعد كده تبقى ايه تتعامل بقى مع هذا الجيسون. لكن لو انت حاطه في دوكيومنت داتابيز من الاول هذا الجيسون، تقدر من خلال الكويري بتاعك تجيب حاجات انترستنج من الجيسون دوكيومنت. فهنا يعني الريليشنال داتابيزز عوضت او خدت من الدوكيومنت فكره ان انت تقدر تسيف جيسون، والدوكيومنت بقى داتابيزز خدت برضو فكره الجوينز، ان هم خلوا الدرايفرز او اللي هي اللايبراري اللي انت بتستخدمها في الابلكيشن اللي بتكلم مونجو مثلا، هي بقى بتعمل كلاينت سايد جوين. يعني هي في الكود بقى نفسها في الابلكيشن بتعمل مالتيبل ريكويستس للداتابيز علشان تحقق فكره الجوين. بس فانا بيقول لك it seems that ان الاثنين ايه بيحاولوا يبقوا زي بعض مع الوقت، ودي فكره كويسه علشان الاثنين بيعوضوا بعض. لو انت عندك مثلا فاهم لعيب كوره بيجري كويس ولعيب بيرقص كويس، فانت عايز الاثنين عندك في الفريق علشان ده ليه ميزه وده ليه ميزه، فبيبقى حلو جدا ان انت يبقى عندك لاعب بيجمع ما بين السرعه والمهاره يعني. بس
فاحنا هنا ايه وصلنا لهذه النقطة، وان شاء الله المرة الجاية نكمل في query language for data وبعدين نخش على الجراف مودلز. اتمنى يكون كان فيديو حلو، انا استفدت جدا الصراحة، ويعني اتمنى يكون في اي فايدة يعني لاي حد. شكرا جزيلا.